مطبخ سوسة عطية، طعم زمان الأصلي، فراخ مشوية، أحلى فراخ ممكن تاكلوها في أي مكان. النهاردة في مطبخ سوسو بنقدم لكم تتبيلة الفراخ المشوية، طبعا حاجة عظمة جدا يعني. مكوناتها سهلة وبسيطة جدا وبتدي طعم رائع للفراخ، وأتمنى ان انتوا تجربوها. بيبقى فيه بصل، فلفل أخضر، طماطم، ويمكن واضح اهو في الفيديو. زبادي. البهارات عبارة عن ملح، فلفل، جوز الطيب، 7 بهارات، قرفة ناعمة، جنزبيل بودرة، توم بودرة، بصل بودرة، شوية كمون، شوية كزبرة ناشفة، شوية شطة صغيرين، وطبعا ما ننساش عصير الليمون وبشر الليمون. هجهز معاكم الفراخ وبعد كده هوريها لكم واحنا بنحطها في الفرن ان شاء الله، وهحشي معاكم واحده برضو عشان تشوفوا هي ازاي بتتحشي. نبدا بقى نجيب الفرخه. زي ما انتم شايفين فرخه بسم الله ما شاء الله حلوه جدا. بنغسلها كويس قوي وبنفتح كده الصدر كده ببوز السكينه كده. بنفتح الفراخ كده عشان الحشوه كلها تدخل في الفراخ من جوه، بتدي طعم حلو جدا وبتخليها جوسي من جوه، وبتبقى طعمها جميل، بتبقى التتبيله داخله كلها في الفراخ. الوراك برضو بنغزهم كده، والدبوس برضو نفس الحكايه. الورك التاني نفس الحكايه اهوت. هصور معاكم، هحشي قدامكم واحده وتشوفوا بقى وبعدين هحشي التانيين، وبعد كده هوريهم لكم بعد ما يستووا ان شاء الله. الحشوه اهي زي ما كنا مصورينها. هحط طبعا، مش هستخسر ولا حاجه، هحط كميه كبيره جدا. هحشي من جوه الفرخه وبعدين اخد بقى احط بقى في ايه. بصوا بقى كده اهو، احط جوه بصوابعي كده. دي بتديها طعم حلو قوي قوي قوي. كل الروايح الحلوه اللي انا شماها دي بتدي ريحه حلوه جدا للفراخ بعد ما بتستوي، وهوريها لكم برضو بعد ما تستوي شكلها عامل ازاي. في الوراك ادبس جوه في الفراخ. ازق بصوابعي كده لجوه اللحم. واتبلها من بره برضه نفس الحكايه كده، واسيبها نص ساعه. وطبعا هكتفها عشان تبقى في الفرن شكلها حلو بعد كده. تمام كده الفرخه بيبقى شكلها بعد ما هنحطها بقى في الفرن واوريها لكم بعد كده ان شاء الله بعد ما اتبلت. تبلنا الفراخ الثلاثه ما شاء الله، وهنحطهم بقى في الفرن. هنحط في الفرن صينيه ميه عشان اي دهون تنزل فيها، وفي نفس الوقت تخلي طعم الفراخ البخار يطلع، يخلي الفراخ جوسي وجميله ومستويه وحلوه. نرصهم كده جنب بعض على الشبكه، ونسيبهم بقى في الفرن 3 ساعات متواصلين او 2.5 ساعة حسب حراره الفرن بتاعك، وهنشوفهم بعد شويه ان شاء الله. يلا باي باي. فتحت عليهم الفرن بعد 1.5 ساعة وادي النتيجه. لسه قدامنا ساعه كمان ان شاء الله وتطلع الفراخ زي الفل باذن الله. قطعنا طبعا